السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة ومن كورة عالمية، أخبارنا العالمية والمحلية. الزمالك امبارح بفوز هام، فوز كبير بأداء، لعب، نتيجة. فمبروك نادي الزمالك، الفوز برباعية نظيفة على نادي سوار الغيني. نعم ماشي، الفريق ضعيف مش قد كده يعني، بس من حق نادي الزمالك يفرح، من حق جماهير نادي الزمالك يفرح. فريق ضعيف ماشي، لكن 4-0 بالاداء ده، بالرجوله، بالنتيجه دي، من حق اي حد يفرح. يعني ما حدش يقول ان عشان خاطر انا فزت الزمالك فاز 3-4 يبقى والفريق ضعيف يبقى لا، يفرح براحته، يفرح. اداء، نتيجه، 4 مباريات على التوالي معتمد جمال. مباراه بيراميدز في الكاس، ثم اوبسلين في الكونفدراليه، وبعدها فوتشر في الدوري. المباراه الرابعه سوار الغيني في الكونفدراليه. فالزمالك يقطع شوط كبير، 6 نقاط، الاول في المجموعه. كده كده الزمالك صعد. يعني اهم حاجه الادوار اللي بعد كده. 4 اهداف هامه لزيزو، زيزو وشيكابالا والجزيري ونضاي. مبروك لنادي الزمالك، مبروك لجميع نادي الزمالك. برغم يعني المباراه كانت سهله، كان في بعض الخشونه من لاعب السوار، كان في خشونه جامده يعني. لازم الاتحاد الافريقي ينبه على جميع اللعيبه تلعب بهدوء، مش بهذه الخشونه. كان في خشونه امبارح مع لعيبه الزمالك. لازم يكون في عقاب للاتحاد الافريقي على اي فريق يلعب بهذه الخشونه. اللي عجبني امبارح في نادي الزمالك كذا حاجه. عجبتني الروح، عجبني الاداء، عجبني المستوى، عجبني التشكيله بتاع معتمد. ان لعب المسلوسي مدافع، يعني المسلوسي ومحمود علاء، عواد طبعا في الهجوم، عمر جابر وعبد الشافي واوباما ودونجا ورؤى، زيزو والجزيري وشيكابالا في الامام. وعجبني شيكابالا باداؤه برغم السن الكبير ده والهدف الرائع اللي جابه. دي يعني يعتبر ماركة شيكابالا، هدف ماركة شيكابالا. فمبروك لنادي الزمالك. كمان مبروك نادي فوتشا اللي فاز 2-1، قدر يقلب الطاوله بعد ما كان متاخر بهدف. فاز 2-1 على الهلال الليبي. 6 نقاط الزمالك في المجموعه، و6 نقاط لفوتشا في المجموعه. اخبار النادي الاهلي. طبعا قائمه الاهلي، متعثر الاهلي على فكره الاهلي التعادل نتيجه كويسه يعني، مش وحشه. الاول برضه في البطوله، الاول في الدوري، برغم اللي فيه النادي الاهلي والرجوع اللي فيه النادي الاهلي. لكن الاهلي الاول في الدوري والاول في مجموعه في افريقيا. هلا طبعا هيلعب يوم الجمعه مع بلوزداد، بعد كده يسافر للسعوديه. القايمه اللي تروح كاس العالم للانديه 23 لاعب، 21 لاعب مؤكدين، اثنين او يعني الاثنين التانيين كده هو لسه مؤكد. طبعا احمد، عندك محمد الشناوي ومصطفى شوبير، حمزه علاء مؤكدين. في لازم 3 حراس مرمى مؤكد. عبد المنعم ان شاء الله الاصابه بتاعته لو ما لعبش بلوزداد هيلعب كاس العالم للانديه. عندك ياسر ابراهيم وعندك رامي ربيعه، لكن محمود متولي خارج التشكيله، ندفد خارج التشكيله. عندك كمان رضا سليم خارج التشكيله، وعندك زعلوك طبعا وخارج التشكيله كده كده، وكريستو خارج التشكيله. ولكن هل موديست جاهز؟ هل كوكا هيسافر؟ خالد عبد الفتاح، دول الاحتمال. لا، خالد الفتاح وكوكا، وعندك عبد القادر وموديست. الرباعه دول اللي لسه مش مؤكدين. لكن علي معلول والدبيس ومحمد هاني واكرم توفيق وكريم فؤاد والشحات وبستاو وقفشه وكهربا وطاهر محمد طاهر وعندك عمرو السوليه، وعندك مرار عطيه وديانج وامام عاشور. دول مؤكدين انه يسافروا مع النادي الاهلي لكاس العالم. دي على فكره ممكن تغير لاعب او 2 قبلها ب 24 ساعه، بس بتقرير طبي، تقرير طبي. وعلى فكره دي وجهه نظر مدرب. انت معاك لسه المباراه اللي جايه يوم الجمعه وبعدها يسافر. الاجهز هو اللي يسافر، الاجهز هو اللي يلعب. كولر هيختار مين؟ هيختار الاجهز طبعا، هيختار الاجهز يعني، مستحيل يختار حد غير كده. نتمنى التوفيق لجميع الفرق المصريه. الاهلي تعادل،
في دوري ابطال افريقيا. بيراميدز الوحيد اللي غلب 2-0 من فريق ضعيف. الزمالك فاز 4-0. على فكره المباراه دي كان في استاد السلام في القاهره، يعني المفروض المباراه بره في غيرها، لكن اتلعبت في استاد السلام في القاهره. فيوتشر فوز على الهلال الليبي. مبروك لجميع الفرق المصريه. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.